الانسان بطبعه كائن فضولي بيحب يدور على كل ما هو غامض بالنسبه ليه، ودايما تلاقيه عمال يعمل قصص وحوارات على حاجات هو مش عارفها، زي مثلا القصص حوالين الجدار الجليدي وهل في اراضي تانية احنا ما نعرفهاش ولا لا، وكذلك ان الارض مسطحه ومدينه اطلنطا، وحتى القصص الدينيه كان عندها نصيب من فضول الانسان، زي مثلا فيلم كان مملكه سيدنا سليمان، ويا ترى مين هو ذو القرنين وهل هو الاسكندر الاكبر ولا لا. وطبعا السؤال اللي غالبا شفت عنه اكتر من مليون فيديو هو فين مكان سد ياجوج وماجوج. طبعا ياجوج وماجوج اتعمل عنهم كميه افلام ونظريات وفيديوهات كتير جدا، في الحقيقه ممكن يكون اغلبهم او كلهم ليس لهم اي اساس من الصحه. من اسباب انتشار قصه ياجوج وماجوج تحديدا انه تم ذكرهم في القران والمسيحيه واليهوديه، لكن احنا في فيديو النهارده هنركز على الحاجات اللي ذكرت بس في القرآن والسنة. ممكن نستعين ببعض الإسرائيليات ونشوف هل يا ترى كل النظريات اللي بيتم وضعها في الوقت الحالي هل هي حقيقية ولا لا. ده اللي هنعرفه في فيديو النهارده. أولا، مين هو بس يأجوج ومأجوج دول؟ يأجوج ومأجوج هم أقوام عددهم كبير جدا، مش شخص ولا اتنين زي ما معظم النظريات والأفلام كانت بتقول. طيب عرفنا منين ان هم عددهم كبير؟ من خلال السيرة النبوية وبالذات الحديث الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث الله عز وجل يقول لآدم يوم القيامة: أخرج بعث النار. فيقول: وما بعث النار؟ فيقول الله: من كل 1999. ففزع الصحابة رضي الله عنهم وقالوا: يا رسول الله، وأين ذلك الواحد؟ قال صلى الله عليه وسلم: أبشروا، إن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألفا. وده حديث صحيح في صحيح البخاري. يعني لو حد فيكم قرر يعمل حسبة بسيطة كده وهنقول مثلا إن مفيش بشر تاني قبلنا ولا حتى بعدنا، وإن إحنا حاليا 8 مليار، تخيل بقى أعداد يأجوج ومأجوج غير طبيعية، وكمان دي فرضية مش صحيحة. يعني إحنا لو حاولنا نحسب البشر من ساعة سيدنا آدم عليه السلام لحد الآن، ونحسب كمان البشر اللي في المستقبل اللي هيجوا، هنفشل طبعا، مش هنعرف نحسبها. تخيل بقى يأجوج ومأجوج هيكون أضعاف أضعاف الاعداد دي. ده بقى يجي لنا للسؤال المهم جدا: الاعداد المهوله جدا بالارقام دي مكانها فين؟ وازاي احنا مش شايفينها رغم ان برضو العدد ده المفروض انه يكون ساكن على مساحه ارض كبيره جدا؟ ده سؤال للاسف احنا مش هنعرف نجاوب عنه، لان احنا مش هنشوفهم غير في ميعاد ربنا هو اللي حدده، لانهم من علامات الساعه الكبرى اللي القران اتكلم عنه، فيهم احاديث نبويه كتير جدا كمان. فخلينا نتكلم عن الجزء الصحيح من القصه واللي احنا عارفينه، اللي هو عن طريق القرآن والسنة النبوية، وبعدين نشوف بقى اجتهادات البشر والمصادر اللي مش موثوقة قوي. تبتدي قصة يأجوج ومأجوج من زمن طويل جدا، وكانوا بينشروا الفساد في الأرض ومحدش بيقدر يقف قدامهم، لحد ما بيوصل ملك مؤمن قوي وهو ذو القرنين، وبيقرر ذو القرنين إنه يعمل سد ما بين جبلين عشان يحجز قوم يأجوج ومأجوج وراه وينقذ البشر من شرهم. وبيبتدي ذو القرنين انه يعمل السد، واللي بيكون من حديد، بعدها بيتصب عليه طبقه من النحاس عشان يكون اكثر صلابه. وده تقريبا كل اللي نعرفه عن قصه يأجوج ومأجوج باختصار، انهم كل يوم من ساعه ما اتحبسوا ورا السد وهما بيحاولوا يكسروه ويطلعوا منه لحد وقتنا الحالي، لكنهم كل يوم بيفشلوا الى ان يشاء الله في يوم من الايام ويخرجوا وينشروا فسادهم في الارض تاني، وهيخرجوا بسرعه فائقه وهينشروا فسادهم في الارض بطريقه سريعه جدا، وهيكون اعدادهم مهوله جدا ومحدش هيقدر يقف قصادهم. ولكن في النهايه هيكون نصر الله هو حليف المسلمين، وهيموت يأجوج ومأجوج. ولكن ازاي؟ دي معلومه تم ذكرها في السنه النبويه، وبصراحه كان في السنه معلومات اكتر بتعرفنا عن يأجوج ومأجوج، فخلينا نتعرف عليها الاول قبل ما نعرف ازاي هيتم هزيمه يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج ممكن يبان انهم قوم همج وعشوائيين، ولكن في الحقيقه من السيره بنكتشف ان ليهم قائد من خلال قصه ازاي هم هيكسروا السد في اخر الزمان. لان زي ما قلنا هم من ساعه ما اتبنى السد وهم بيحاولوا يكسروه، وكل يوم بيحاولوا يكسروه لحد الغروب، فبيقول القائد بتاعهم نكمل بكره. فلما بيجوا تاني يوم بيلاقوا السد زي ما هو واقوى كمان، فبيبتدوا من الاول وبرضه يقفوا عند الغروب وهكذا، لحد ما في مره من المرات القائد بتاعهم بيقول لهم نكمل غدا ان شاء الله. فلما بيرجعوا بيلاقي السد زي ما هم فعلا ما كسروه المره اللي فاتت، وبيكملوا تكسيره فعلا يومها لحد ما بيتفتح، وبيخرجوا ويبتدوا ينتشروا في الارض وبيشربوا مياه الانهار، وبيوصلوا البحيره طبريه، فبيشربوا المياه كلها اللي كانت هناك، لدرجه ان اخر جماعه منهم بتوصل البحيره بتقول ان كان في ميه هنا راحت فين. وده لو دل على حاجه فيدل ان عددهم كبير جدا. يعني لو عملنا حسبه بسيطه فبحيره طبيره فيها 4 مليار متر مكعب من الميه، وكل متر مكعب فيه تقريبا 1000 لتر ميه. فتخيل بقى ان كميه الميه دي كلها ما تكفيش قوم يأجوج ومأجوج، فتخيل بقى عددهم قد ايه. وبيبتدوا بعدها ينشروا فسادهم في الارض، والبشر كلهم بيحاولوا يهتموا منهم. مع الوقت يأجوج ومأجوج غرورهم هيزيد، فيقولوا قهرنا اهل الارض وغلبنا اهل السماء. وفي الوقت ده المسيح عليه السلام هيكون نزل الارض مره ثانيه، ساعتها المسيح عليه السلام هيؤمر كل المسلمين ان هم ما يحاربوش يأجوج ومأجوج بسبب قوتهم الشديده. وبيروح المسيح مع المسلمين عند جبل الطور، وبيتم حصارهم هناك من يأجوج ومأجوج، وساعتها بيبتدي الجوع يضرب المسلمين، فبيدعي المسلمين الله، وساعتها ياتي امر الله، ياتي نصره للمسلمين على يأجوج ومأجوج، بيرسل ربنا على يأجوج ومأجوج دود على رقبهم وبيقتل. وبعد كده بسبب عددهم الضخم جدا على الارض بتتملي بريحه جثثهم النتن، لكن وقتها ربنا بيرسل طيور بتاخد اجسامهم وبتحطهم في المكان اللي ربنا رايده. برضه الدواب هتاكل من جسمهم لحد ما تسمن من كثره لحم ساد يأجوج ومأجوج، وساعتها بيؤمن الناس وبيخرجوا تاني لشتى بقاع الارض، وبتنتشر البركه في الارض، لدرجه ان مجموعه من الناس هتكون قادره تاكل من رمانه واحده
بس يعني دلوقتي لو حد بس شهيته مفتوحه شويه ممكن ياكل رمانه ولا اتنين او اكتر كمان، ولكن ان تتخيل بقى حجم الثمره اللي هتكون موجوده وقتها، ومش هتكفي واحد ولا اتنين، بل هتكفي جماعه كامله. ويرجع برضه المسلمين يحجوا في بيت الله الحرام بعد موت ياجوج وماجوج، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المكتوب في صحيح البخاري: ليحجين البيت ولا يعتمرن بعد خروج ياجوج وماجوج. في برضه بعض الاحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم فيها عن بعض الصفات الموجوده في اجساد ياجوج وماجوج، وبنعرف ان هم اعراض الوجه، صغار العيون، وشعرهم اشقر، وجوههم مدوره كالتروس. وبرضه كان في حديث بيتكلم عن شده اقتراب موعد خروج ياجوج وماجوج، واللي بيبان من الحديث التالي: وعندما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على زوجته زينب بنت جحش فزعا وهو يقول: لا اله الا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من سد ياجوج وماجوج مثل هذه، وحلق باصبعه الابهام والتي تليها. قالت له زينب: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كسر الخبز. رواه البخاري. دي تقريبا كل المعلومات اللي احنا نعرفها عن ياجوج وماجوج واللي مصدرها موثوق، لكن طبعا في بعض المعلومات اللي انتشرت غير صحيحه عن ياجوج وماجوج، هنتكلم عن بعضها في الجزء الباقي من الفيديو. يلا نكمل. ياجوج وماجوج تم ذكرهم في التوراة، واللي احيانا كان في ناس بتقول انهم جماعات او فردين فقط، ولكن طبعا احنا عارفين ان هم جماعات. والقصه كملت في العصر الروماني، كان الناس بيقولوا ان الاسكندر الاكبر عمل بوابات الاسكندر عشان يوقف ياجوج وماجوج، واللي ما يعرفش بوابات الاسكندر هي سد كبير جدا اسطوري، يقال ان اللي عمله هو الاسكندر الاكبر. والاشاعات دي كانت من اسباب ان الناس تقول ان الاسكندر الاكبر هو ذو القرنين، لان طبعا عارفين ان ذو القرنين هو اللي عمل السد الكبير اللي حجز ياجوج وماجوج، وطبعا كلنا عارفين ان الاسكندر الاكبر مش هو ذو القرنين، وكل الكلام ده عباره عن هري. الموضوع بس محتاج حد عنده 2 خلايا مخ شغالين عشان يعرف انها نظريه عبيطه جدا ملهاش اي اساس من الصحه ولا ليها اي لازمه. وكملت قصه ياجوج وماجوج على كده لحد ما جه كتاب المسيحيين وكتبوا عنهم في العصور الوسطى انهم شعوب الفايكنج، وناس كتبت انهم شعوب الهون، وناس كتبت انهم شعب الكتاب، وناس قالت ان هم المغول بسبب ان هم كانوا بيعصوا في الارض فسادا. واتعمل في الفتره دي قصص كتير جدا ادبيه عن ياجوج وماجوج، يعني في ناس كانت بتقول ان هم شعب شرير وجه الاسكندر الاكبر حبسهم ورا بوابات الاسكندر بتاعه، وفي اللي قال ان هم شعب الشرير كانوا بياكلوا لحوم البشر. وطبعا كل الكلام ده عباره عن هري. القصه الحقيقيه في الاسلام في سوره الكهف اللي تم ذكر فيها قصه ياجوج وماجوج وذو القرنين، لكن في حتى بعض المؤرخين المسلمين كانوا بيقولوا ان الفايكنج هم ياجوج وماجوج بسبب همجيتهم وعددهم الكبير يعني. كمان ذكر ياجوج وماجوج في النصوص اليهوديه، مثلا في الفصل رقم 38 من سفر حزقيال كان تمت الاشاره لياجوج وماجوج، ولكن ياجوج كان شخص وماجوج هي كانت ارضه اللي كان ساكن فيها. وكمان ذكر ياجوج وماجوج في اضيق الحدود، ما كانش فيه اي معلومات كتيره واضحه عنهم زي اللي موجوده في القران والسنه. بسبب المعلومات دي نعرف صفاتهم الجسديه وهم هيطلعوا امتى وهنخلص من شرهم ازاي وعددهم يعني وكل الكلام ده. وفي ناس كتير بقى قعدت تبحث عن سد ياجوج وماجوج، ولكن الى الان طبعا ما حدش عارف يوصل لاي معلومه صحيحه. في ناس بتقول لك ان هو هيطلع من الصين، في ناس بتقول ان هم موجودين ورا الجدار الجليدي، في ناس بتقول ان هم ما بين ارمينيا واذربيجان، وطبعا ده كله عباره عن اشاعات بس مالهاش اي اساس من الصحه. ولكن بعد كل ده ما حدش يعرف مكان ياجوج وماجوج ولا حتى موعد خروجهم الا ربنا سبحانه وتعالى. طيب احنا المفروض نعمل ايه؟ المفروض تكون مستعد لاي علامه من علامات الساعه الكبرى بالعمل الصالح والتقرب من الله، لان العلامات دي مش بعيده عننا. احنا تقريبا واحنا بنصور الفيديو ده كل علامات الساعه الصغرى ظهرت، واحنا خلاص ممكن نكون على اعتاب علامات الساعه الكبرى. ممكن ناس فينا تشهدها، ولكن وقتها صدقني مفيش اي حد هينفعك ولا اي حاجه تنفعك غير عملك الصالح بس. افتكر دايما ان هدفنا في الدنيا دي هي عباده ربنا، وده السبب الاساسي ان احنا اتخلقنا. ممكن تكون الحياه صعبه وانت محاط باسباب الفساد من كل مكان، صدقني انك تتحمل المده اللي هتعيشها اللي هي اخرها 60 ولا حتى 70 ولا حتى 100 احسن بكتير من ان احنا نتعرض لعذاب ربنا في الاخره اللي محدش فينا هيقدر يتحمله. احنا في الصيف ما نقدرش نخرج في الشارع، تخيل بقى شده حراره النار. لازم تكون مستعد قوي لليوم ده، تعرف ان هو جاي لا محاله. وبس كده يا صاحبي، اشوفك على خير ان شاء الله. سلام.